تتواصل عملية التلقيح للحماية من إنفلونزا الموسمية على مستوى المراكز الصحية التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بشريعة، وهذا على غرار باقي المراكز بالولاية، حيث وفرت إدارة المؤسسة كل الظروف المادية والبشرية لإنجاح هذه الحملة. أكثر تفاصيل عنها السيد علي جدي مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بشريعة تحدث للإذاعة. تنفيذا للبرنامج الوطني للحماية من أثار الإنفلونزا الموسمية، انطلقت عملية التلقيح كما جرت العادة كل سنة على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بتاريخ 29 أكتوبر 2023، حيث تم وضع 18 نقطة للتلقيح موزعة على البلديات الثمانية على مستوى 3 دوائر، وكذلك للتكافل بنزلاء المؤسسة الوقائية، وهذا بعد استكمال جميع التحضيرات اللوجستية، وهي مخصصة بالدرجة الأولى إلى الفئات التالية: أمراض المزمنة بجميع أنواعها، كبار السن الأكبر من 65 سنة، نساء الحوامل، عمال الصحة، نزلاء المؤسسة الوقائية الشريعة، حيث استلمنا 8500 جرعة تم توزيع على مستوى المراكز سابقة الذكر، وبلغت نسبة التلقيح حوالي 60% على مستوى تراب المؤسسة، فيما تتواصل العملية عبر كامل النقاط سابقة الذكر وعلى مدار الأسبوع. كما تم تنظيم قوافل طبية لمناطق الظل حتى يتم تعميم هذه العملية على جميع الفئات في جميع الأماكن حتى تمس عملية التلقيح أكبر عدد من المواطنين. وفيما يلي انطباعات عدد من المواطنين الذين تلقوا اللقاح على مستوى مصلحة علم الأوبئة والطب الوقائي. أنا مواطن من بلدية الشريعة، تلقيت اليوم الفاكسات على قريب على مستوى مصلحة الوقاية. أشكر القائمين الحق على الاستقبال والتنظيم المحكم، بارك الله فيهم. بحكم أنه منطقتنا منطقة الشريعة في الشتاء تعاني من برودة، وسجلنا عدة أوبئة في المواسم اللي فاتت، أنا كمواطنة تقربت إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية الشريعة، بالضبط إلى مصلحة الوقاية، أين فتحت أبوابها لنا واستقبلونا استقبال مليح، وقمنا بعمل اللقاح على مستوى مكتب التلقيح واعطونا إرشادات ومشكورين على الخدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطنة من بلدية الشريعة بعد إعلامي من طرف صفحات التواصل الاجتماعي عن بداية عملية التلقيح على مستوى كافة نقاط الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الشريعة. تقدمت لأقرب نقطة تلقيح واللي هي مصلحة الوقاية التابعة للمؤسسة، وأخذت الجرعة تاعي من طرف شبه طبيين، وكانت الظروف ملائمة وأعطونا بعض التعليمات والإرشادات الخاصة بهذا الشأن. في قناتي على اليوتيوب راسلكم أحمد بوقر. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.